في آية خطيرة جدا في الكتاب المقدس تقول إيه؟ من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يستجاب له. زي ما أنت بتعمل. الكتاب بيقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. فإن ما كانش أنت عندك رحمة يبقى ما تستاهلش الرحمة. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. إن كنت كريما مع الناس ربنا يكون كريم معاك، وإن كنت بخيل مع الناس ربنا لا يستأمنك على فلوس كتيرة. ربنا عايز واحد ايده فرطة عشان يستأمنه على انه يعطي للناس، لكن اللي ايده ماسكة ربنا يقول اديله ليه؟ هديله وهو ما يرضاش يدي غيره، ايده ماسكة. او مثلا بعض كنايس تهتم بالمباني ولا تهتم بالناس الغلابة، وتبقى فرحانة عملت بناء فخم، افعلوا هذه ولا تتركوا تلك. طب والناس الغلابة؟ يقول لك يا ابونا انا محتاج ولو ل8 شكارة اسمنت من اللي انت بتبني بيها. اهتموا بموضوع الفقراء. موضوع الفقراء السيد المسيح في متى 25 جعله مقياسا يخش به الإنسان الملكوت أو ما يخشش. فقال للذين عن يمينه، قال لهم كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت مريضا فزرتموني، كنت محبوسا فأتيتم إلي، إلى آخره. فاعتبر أن كل ما يفعلونه بهؤلاء الناس كأنه فعلوه به. قال لهم مهما فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. يا ريت كل كنيسة يكون فيها لجنة بر. لجنة بر يعني إيه؟ يعني الحالة تفحص وتعطى كل احتياجاتها، تعطى كل احتياجاتها، مش مجرد خدوا قرشين وخلصت الحكاية. طب افرض قرشين ما كفوش. واحد يروح كنيسة والكنيسة تفتكر انها يعني بكل كرم ادته 50 جنيه، وال50 جنيه ما ينفعولوش بحاجة. يروح كنيسة تاني تديله 30 جنيه، ال80 جنيه على بعض ما يعملوش حاجة. يروح جمعية تديله 20 جنيه، ال100 كلهم ما يعملوش حاجة. يروح حتة تاني يقولوا مش ده الراجل المحتال اللي مر على الكنيسة دي والكنيسة دي والجمعية دي؟ ما هو مر عليهم كلهم لأن ما فيش ولا واحدة منهم ادته كفايته. ما فيش ولا واحدة منهم ايه ادته كفايته، فاضطر يروح على دي وعلى دي وعلى دي.